ايمن الشريعي غفلنا. طب يا جدعان قدر الله ما شاء فعل. عم طارق يا مجدي اسيادك راضين عنك، اسيادك راضين عنك. ضربه جزاء ملهاش علاقه بكره القدم، بتحسب علينا ضربه جزاء من الهوا من العدم. انا مش عارف ازاي حسبها، اقسم بالله ما عارف ازاي دماغه جابته ان هو يحسبها. ضربه الجزاء الثانيه ما عنديش اعتراض عليها، ضربه جزاء 100% وفيها محضر. بس ضربه الجزاء دي ما فيهاش اي حاجه يا عم طارق يا مجدي. انا اولا فخور بفرقتي عشان ما حدش يطلع يحفل، انا بقطع التحفيل. انا كزملكاوي فخور بفرقتي جدا. يعني فرقتي في ظل الظروف اللي هي فيها والكوارث والمشاكل ومفيش فلوس ومفيش لعيبه واداريا كوارث، بالنسبه لي انا فخور بفرقتي. والله العظيم فخور بفرقتي. منافسيني عندهم مليارات وعندهم ثلاث فرق دكه. يعني عندهم ثلاث فرق بيقعدوا دكه عادي ومش عاملين ربع اللي انا عملته. انا لحد دلوقتي اول الدوري رغم ان انا خسرت من انبي ولاعيبه انبي اللي نازله بتغل، تحس ان هم بيلعبوا على كاس العالم. ايمن الشريعي غفلنا، ايمن الشريعي غفلنا والله. طلع قال لك انا مش عايز ابقى من السبعه الكبار وعايز ابقى في المجموعه الثانيه اللي هي الثامن اول المجموعه اللي تحت. طلع بيغفلنا، غفلنا وعطانا على عيننا. بس انبي عمل ماتش كبير، لعيبه انبي كانت نازله بتغل. الزمالك عمل اللي عليه في ظل الامكانيات اللي موجوده، الزمالك عمل اللي عليه. حسام عبد المجيد انا مش فاهم بجد، مش فاهم. يعني انت جيت خلاص ضربه جزاء هتخلص كل ده، هتخلص كل الضغط اللي احنا فيه، تحطها كده يا حسام؟ هو ده ينفع؟ انا مش هلوم عليك لان الماتش كله كان فيه لعيبه سيئه كتير زي بنتايج مفيش تركيز بجني. بنتايج المفروض كان يطلع مكان فتوح. يعني انت كنت سحبت فتوح، المفروض كنت تسحب بنتايج وتلاعب فتوح باك شمال. يعني ده اللي المفروض كان يحصل، كنت تسحب بنتايج وتلاعب فتوح باك شمال. لكن انت سحبت فتوح وسبت بنتايج وهو وحش. بنتايج كده كان وحش في الماتش من اول الماتش، بنتايج مش مركز. فانت سحبت فتوح حل هجومي برضو. يعني انت لو بتتكلم فتوح حل هجومي جدا، فتوح ما يطلعش من الملعب. فتوح عندك حتى لو باك شمال هو حل هجومي كبير جدا. فانت سبت بنتايج في الملعب وسحبت لي فتوح. ماشي يا عم معتمد يا جمال، والحمد لله انا فخور بفرقتي جدا، فخور بيها جدا. ولاعيبه انبي كانت نازله بتحارب حرب عالميه مش ماتش كوره. يعني لعيبه انبي نازله هتموت نفسها على الثلاثه بونت، وعملوا كده فعلا وخدوا الثلاثه بونت. مبروك ليهم ومبروك لايمن الشريعي. بس انت الكرة بتاعت بزيرة اللي هو شاطها في الدكه، هو اللاعب كان متعصب وكل حاجه بس هو اتاسف، هو اعتذر. عايزين تتلموا عليه؟ يعني الراجل غريب مش من هنا، عايزين تتلموا عليه؟ لا بجد. وكهربا اقول له خدها، لا كهربا عايز اي لقطه، كهربا محتاج اي لقطه يا جدعان، بجد كهربا محتاج اي لقطه. انا بالنسبه لي عندنا 6 ماتشات، الست ماتشات دول لازم نكسبهم، ما فيهاش كلام. 6 ماتشات ناخدهم احنا خدنا الدوري. انا مش هيفرق معايا بقى ولا بيراميدز ولا اهلي ولا سيراميكا ولا ايا كان اللي هلعبه، لان انا كده الاهلي اديك شايف بالسكواد بتاعه بالمليارات بتاعته بزيزو وبن شرقي وتريزيجيه، الاهلي بيخسر من طلائع الجيش، فالموضوع سهل. يعني بيراميدز انت كعبك عالي، سيراميكا ليك طار عندهم عشان طلعوك من الكاس، فانت تنجز في الماتشات دي. خدت ال6 ماتشات، خدت البونات بتاعتهم، انت بطل الدوري رسميا ما فيهاش كلام. الزمالك باذن الله يركز في ال6 ماتشات اللي جايه، قدر الله ما شاء فعل، ننسى اللي فات خلاص، خلصنا احنا اول الدوري برده بفرق الاهداف، اول الدوري، فلازم نركز في ال6 ماتشات الجايين. خدنا ال6 ماتشات الجايين انت خدت الدوري، الموضوع خلصان، الموضوع في ايدك، ما تطلعوش من بره ايدك يا زمالك عشان عارفك وحافظك يا زمالك، ما تطلعش الموضوع من بره ايدك. يعني مبروك لانبي وقدر الله ما شاء فعل، وهارد لك لجمهور الزمالك. جمهور الزمالك كان عامل عظمه النهارده بجد، جمهور الزمالك كان عامل عظمه، لازم كلنا نحييه عشان مجهوده ده ما يروحش على الفاضي بس بعد الخساره. بس الحمد لله يعني وقدر الله ما شاء فعل. مبروك لانبي. الله عليك يا دولسيتا.